بسم الله. يا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون نحن لاحقون. اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم، اللهم أبدي لهم دار خير من دارهم وأهلا خير من أهلهم يا رب العالمين. أيوة. هذه مقبرة في مدينة كهرمان مرش، كبيرة جدا، ومن العادات عند الأتراك أنه من يأتي لزيارة يأخذ هذا الإبريق ويملئه ماء ثم يصبه على القبور التي يزورها. كبيرة المقبرة، كبيرة كبيرة جدا. نحن الآن في البوابة، لم ندخل إلى المقبرة بعد. دخلنا من هذه البوابة. اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم وأبدلهم دار خير من دارهم وأهلا خير من أهلهم، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم يا رب العالمين. سبحان الله، هذه نهاية كل إنسان، نهاية كل حي. بسم الله. هذه مقبرة كهرمان مرش. خرجنا اليوم الجمعة مع بعض التلاميذ. تمام لزيارة المقبرة. اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم وأبدلهم دارا خير من دارهم وأهلا خير من أهلهم، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم يا رب العالمين. المقبرة لا نهاية لها، سبحان الله، الأعداد بعشرات الآلاف، سبحان الله العظيم، وربما أكثر. يعني هذا جزء صغير منها، جزء صغير جدا من المقبرة. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لحسن العمل ولحسن الختام يا رب. والتنظيم والترتيب في المقبرة شيء واضح، يستطيع الزائر أن يتجول فيها بكل أريحية ولا يدوس على أي قبر، مع بعض الملاحظات طبعا. الأستاذ الآن يتلو سورة ياسين.